مش كل حاجة تشوفها تصدقها. النهارده هاقول لك على تركاية صغيرة جدًا وبسيطة جدًا تقدر بيها إنك تخرّج مفتاح عربيتك من العربية لو العربية قفلت على المفتاح. الموقف اللي أغلبنا تعرّض له، إنه حضرتك المفتاح بيكون جوّه العربية وأنت برّه، فالمفتاح عمل lock فخلاص الإزاز قفل وأنت بقيت برّه العربية. أشهر فيديو موجود على منصات التواصل الاجتماعي زي فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، أيًا كان، هو فيديو لحد من كوريا أو من الصين تقريبًا بيشرح القصة دي على عربيته، وبيقول إنك لو نسيت المفتاح جوّه تقدر إنك أنت تستخدم شريط لاصق بكميات كبيرة جدًا على الإزاز، وتبدأ إنك أنت تستخدم الشريط اللاصق ده في إنك تسحب الإزاز لتحت جامد شوية، فالإزاز هيتفتح وتقدر إنك أنت خلاص تجيب المفتاح بكل سهولة. أنا عايز أقول لك إن الفيديو ده فيديو fake، والحركة دي ما ينفعش إنها في الواقع تحصل، يعني 90، 95% ما ينفعش أصلًا الحركة دي تحصل، وما ينفعش إنه إزاز العربية عن طريق شريط لاصق حتى لو كانت كميته كبيرة على الإزاز، إنك أنت عن طريق حركة إيديك تقدر تنزّل الإزاز لتحت بكل سهولة بالشكل ده. من الآخر كانت كل عربيات البلد اتسرقت وبقى الموضوع سهل جدًا على كل الناس. القصة دي أو الفيديو اللي حضرتك شُفته ده ما ينفعش في الواقع إنه يحصل. طيب أنا النهارده لو نسيت مفتاح العربية بتاعتي جوّه العربية والعربية عملت lock أعمل إيه؟ باستخدم حاجة اسمها Air Wedge بتتباع على أمازون أعتقد موجودة وسعرها بسيط جدًا، عبارة عن كيس بيتملي بالهوا وبيتحط ما بين الباب وما بين الفريم بتاع العربية، وتبدأ إنك أنت تنفخ الكيس ده فالباب يبعد شوية عن شاسيه العربية، وتبدأ إنك أنت تمد سلك معدني أو أي حاجة رفيّعة تفتح بيها اللوك بتاع الباب. دي أقصى حاجة ممكن تعملها لو نسيت المفتاح جوّه العربية والعربية عملت لوك على المفتاح. موضوع بقى إنك تستخدم شريط لاصق وتحطه على الإزاز وتنزّل الإزاز لتحت، لو كانت القصة سهلة كده زي ما قُلت لك كانت كل عربيات البلد اتسرقت. بس أتمنى ما أكونش طوّلت عليك، وما تصدّقش أي حاجة تشوفها. سلام عليكم.